لو بحثت في جوجل او على اليوتيوب عن ازاي تعالج مشكلة الصلع الوراثي فيطلع لك ملايين الفيديوهات او مئات الاشخاص اللي اتكلموا عن الموضوع ده. فلو انت تايه او عايز تاخد الخلاصة او بتدور على الزتونة وعايز توفر على نفسك الوقت والمجهود، فالفيديو ده هو جالك في الجون يا معلم. وكمان عامل لك مفاجأة في اخر الفيديو، ان عامل لك بلاي ليست مترتب عشان مثلا لو عايز تعرف اكتر بالتفصيل عن اي حاجة هقولها بالفيديو، فهتلاقي في فيديو شارح الموضوع ده بالتفصيل يا معلم. فهات كده كوبايه قهوه وتعالى ركز معايا عشان اقول لك ازاي حليت مشكله الصلع الوراثي وساعدت مئات الاشخاص حوالين العالم ان هم يحلوا المشكله دي لنفسهم. اول حاجه، او عشان نفكر بمنطقيه ازاي نعالج مشكله الصلع الوراثي، فاحنا لازم نسال السؤال الاهم: ايه هو سبب الصلع الوراثي؟ الصلع الوراثي او الاندروجينيك الوبيشا او الاندروجينيتك الوبيشا جايه من اسمها، ليها شق جيني او وراثي وليها شق هرموني. طبعا زي ما انتم عارفين فما ينفعش ان احنا نلعب في جيناتنا، او مش اخلاقي او مفيش علاج بيستهدف الجينات، فاحنا الجينات مش هنعرف نلعب فيها قوي. احنا كل العلاجات المتاحه للصلع الوراثي بتواجه الشق الهرموني. بس تعالى برضو نعرف ايه هي الجينات المسؤوله عن الصلع الوراثي. اللي بيحصل ان الاشخاص المعرضين وراثيا للصلع الوراثي بيكون عندهم شويه حاجات مميزه عن الشخص التقليدي اللي ما عندوش الجين ده، زي مثلا انه بيكون عندهم ارتفاع في مستويات هرمون الدي اتش تي في مستوى البصيله. يعني هو ممكن يكون عنده مستويات التستوستيرون في الدم عاديه ومستويات الدي اتش تي في الدم عاديه، بس في فروه الراس عنده نسبه الدي اتش تي عاليه. ليه؟ لان بيكون عنده ارتفاع في مستويات مستقبل الاندروجين على مستوى البصيله، وبيكون عنده ارتفاع في حاجه اسمها انزيم ال5 الفا ريدكتيز. انزيم ال5 الفا ريدكتيز ده المسؤول عن تحويل التستوستيرون الى الدي اتش تي. وعشان كده ادويه علاج الصلع الوراثي زي الفينوسترات او دوتاسرات تعتبر من فئه ادويه ال5 الفا ريدكتيز انهبيتور، ان هي بتمنع الانزيم ده. بس في حاجات ناس كتيره بتهملها لما بتيجي تعالج مشكله الصلع الوراثي، ان عشان تعالج الصلع الوراثي او تمشي على بروتوكول مناسب لحالتك فلازم الاول تحل المشاكل المصاحبه لتساقط شعر، زي مثلا انك تشخص نفسك بصوره صحيحه. يعني في ناس كتيره بيكون عندها صلع وراثي وثعلبه او تراكشن الوبيشا، بس هو مفكر ان هو عنده صلع وراثي بس، او ممكن يكون مفكر ان عنده صلع وراثي وعنده اصلا ثعلبه فيعالج بادويه غلط فما يلاقيش نتيجه فييأس، وهو اصلا ما شخصش نفسه او ما راحش للدكتور يشخصه بصوره صحيحه. فلازم الاول تشخص نفسك وتتاكد ان انت عندك صلع وراثي بس، لان الفيديو ده هيتكلم عن الاندروجينيتك الوبيشا بس. تاني حاجه ان انت تتاكد ان ما عندكش نقص في التغذيه، ما عندكش مثلا نقص في الحديد، ما عندكش انيميا، ما عندكش مثلا نقص في فيتامين د، ما عندكش مشكله في الغده الدرقيه، ما عندكش مثلا نقص في مستويات حاجه اسمها الاي جي اف 1 او الجروث هرمون لسبب وراثي او لسبب انك بتستخدم ادويه بتقلل الجروث هرمون. وبرده بعد ما تتاكد ان الحاجات دي تمام، تتاكد برضو ان انت فروه راسك ذات نفسها ما فيهاش مشكله، زي مثلا ما فيهاش ارتفاع في الذهب، ما فيهاش مثلا قشره، ما بتعانيش من حكه مزمنه، ما بتعانيش في التهاب في فروه الراس، لان كل الحاجات دي بتقلل من فعاليه علاج الصلع الوراثي، وممكن تسبب لك زياده في التساقط اللي بيقلق ناس كتير. خش دلوقتي على ركن ادويه علاج الصلع الوراثي، واول حاجه لازم تبص لها هي الادويه اللي بتمنع عمليه تصغير البصيله. الادويه اللي بتمنع عمليه تصغير البصيله تعتبر انتي اندروجينز بصوره اساسيه، وبتنقسم لكذا فئه من الادويه، زي مثلا موانع انزيم ال5 الفا ريدكتيز اللي فيها الفينوستراد والدوتاسراد، الانتي اندروجين سواء الفمويه او الموضعيه زي مثلا فلوردل، فلوتامايد، سبايرونولاكتون، سيبروترون اسيتيت. عندك برضو الفينوستراد والدوتاسراد الموضعيين، وعندك برضو الحاجات الريسيرش كيميكال زي مثلا بريزولا، ار يو، عندك مثلا برضو برلوتامايد. كل دي تعتبر توبيكال انتي اندروجين. انهي واحد فيهم بقى والافضل ليك؟ طبعا الاف دي اي بتقول ان هو الفيناسترايد هو خط الدفاع الاول للصلع الوراثي، وهو الوحيد المصرح من الادويه دي كلها لعلاج المشكله دي بتركيز 1 مللي جرام يوميا. ومعظم الدكاتره بتتفق ان انت تجرب الفيناسترايد سنه، ولو ما جابش نتيجه او النتيجه ما كانتش مرضيه فانت ممكن تفكر انك تستخدم الدوتاسترايد. وبعض الدكاتره بتحب تستخدم مضادات انتي اندروجين موضعيه، بس الاغلبيه اصلا ما تعرفش ايه مضادات الاندروجين الموضعيه، لان زي ما قلت فيها تعتبر ريسيرش كيميكال، ومعظم الدكاتره بتمشي بجايد لاينز بتكون موثقه من الاف دي اي فقط. فمعظم الدكاتره مش هتنصحك انك تستخدم التوبيكال انتي اندروجينز، بس شعبيتها نتجت بسبب الناس اللي بتستخدمها سواء من على اليوتيوب او ريديت وبينقلوا تجاربهم، والنتائج بتاعتهم مذهله جدا، وبالذات لو انت دمجتهم مع الحاجات اللي هقولها تاني في الفيديو ده. تاني حاجه بعد ما توقف عمليه تصغير البصيله وتستخدم مضاد الاندروجين المناسب لحالتك، فانت لازم تبص على محفزات النمو. ولما اقول سيره محفزات النمو للشعر لازم تيجي سيره المينوكسيديل، لازم تجربه. سواء انت مرعوب منه بقى، سواء انت مش حابب فكرته، فانت لازم تجرب اي نوع من انواع المينوكسيديل، سواء 2%، 5%، 10%، 15%، او حتى المينوكسيديل الفموي اللي يعتبر النجم الصاعد. طبعا في ناس كتيره دلوقتي بقت بتفضل المينوكسيديل الفموي بسبب ان هو حبايه وبتنسى الموضوع، عكس مثلا المينوكسيديل
المينوكسيديل اللي لازم تحطه مره مرتين في اليوم بسبب قشره، بيقلل من جوده الشعر بسبب جفاف في الشعر، بيسحب الميه من الشعر، بيخلي بعض الناس شعرها يتكسر يتقصف. مشاكل كتيره المينوكسيديل الموضعي بيجيبها لبعض الناس. ده غير برضو الحكه والكونتاكت ديرماتيتس والزياده في الزهم اللي هو ممكن يعملها. وفي ناس كتير اصلا بتخاف من المينوكسيديل بسبب ان هو مغشوش او زياده في الغش حصلت في الفتره الاخيره، بسبب مثلا سوء الاحوال الاقتصاديه، الجشع، الى ما اخره. كل الحاجات دي بتخلي الناس اصلا تكره المينوكسيديل. بس في الحقيقه المينوكسيديل الموضعي هو المصرح من الاف دي اي، واللي هيديك افضل نتيجه. ومعظم الترانسفورميشن اللي بتشوفها حوالين الانترنت فالنتيجه بتاعتها هو المينوكسيديل. فلازم الاول تجربه. لو انت من الاشخاص اللي ما ينفعش تستحمله لاين يكن السبب، فممكن تبتدي تحت استشاره الطبيب بتاعك تستخدم المينوكسيديل الفموي بعد ما تعمل التحاليل المطلوبه، تتاكد ان ما عندكش ارتفاع في الضغط، تتاكد ان ما عندكش مشكله في الهارت ريت، تتاكد ان الاي سي جي بتاعك والايكو كويسين. فانت ممكن تستخدم المينوكسيديل الفموي تركيز قليل، تركيزات مثلا تبتدي من 1.4 لحد 5 مللي جرام. طب نفترض دلوقتي مثلا انت مش حابب المينوكسيديل، هل في خيارات تانية ولا خلاص كده؟ لا، في حاجات تانية زي ستيموكسيدين اللي يعتبر في نتيجة متواضعة لحد 5000 شعراية. في برضو الار سي بي اللي هي تعتبر ميكس ما بين الريدنزل والكابيكسي بروكابيل، اللي يعتبروا برضو ميكسات من كذا مركبات طبيعية موجودة في منتجات زي ذا اوردينري او منتج مصري اسمه كابيكسي، منتج محترم برضو. بس ما تتوقعش قوي من الار سي بي، انا جربتهم شخصيا لمدة شهرين وما لاحظتش منهم الفرق الواو. يعتبر شخص بستخدم الدوتاسترويد والمينوكسيديل، فبصراحه برضو يعني ما مش هقدر ان انا احكم عليهم بصوره قطعيه ان هم ما لهمش اي لازمه. فشوف مثلا تجارب ناس تانية استخدمتهم، بس اتاكد ان الناس او الناس اللي انت بتاخد تجربتهم ان هم يكونوا حاطين صور قبل وبعد، نفس الاضاءه، ما بيحاولوش يلعبوا، ما بيحاولوش يماركتوا. ليه؟ لان للاسف علاج الصلع الوراثي مليان نصابين وناس عايزه تكسب وخلاص. فاتاكد ان فعلا الشخص ده انت بتثق فيه قبل ما تسمع كلامه. في برضه ناس بتحب تفضل الزيوت او خلطات الزيوت او مجموعه من الزيوت مع بعض، زي مثلا زيت الروزماري ويحط لك معاهم اللافندر ويحط لك معاهم البيبرمنت اويل ويسميها خلطه لعلاج الصلع الوراثي. طبعا هو في بعض الادله الشيقه حوالين الزيوت دي والميكانيزم في اكشن بتاعها لعلاج الصلع الوراثي، بس العيب الاساسي ان معظم الناس اللي بتبيع الخلطات دي بيغشوا اصلا بالمينوكسيديل عشان يجيب نتيجه، والناس تبتدي تستخدمه على اساس انه بديل للمينوكسيديل، مع انه في الحقيقه في مينوكسيديل وشويه زيوت. فلو انت هتستخدم الزيوت او كده فابعد عن الناس النصابه، ابعد عن الشخص مثلا اللي يقعد يقول لك دي احسن من المينوكسيديل، دي احسن من الفينسترايد، لان الكلام ده كله هاكس ومفيش حاجه اسمها كده. لو انت عايز تستخدمهم كعلاج اضافي او بديل للمينوكسيديل مع مثلا الفينسترايد فمفيش مشكله. بس لو انت منساق لفكره ان هو دي بديل للادويه او ان الادويه دي وحشه وهي دي بس اللي هتعالج الصلع الوراثي، فانا عايز اقول لك ان انت بيضحك عليك يا معلم. بعد ما تستخدم مضاد الاندروجين المناسب لحالتك، وقفت عمليه تصغير البصيله وحفزت نمو الشعر، يبقى انت كده حليت المشكله من طرفين. فنخش على ركن الانسيلريز او العلاجات المساعده اللي بتديك نتيجه ايجابيه لو انت بتستخدم الحاجات التانية اللي فاتت. واول حاجه من الانسيلريز واهمهم واللي ناس كتيره بتهمله وناس كتيره ما بتعمله اصلا بطريقه غلط، وهو الديرما رولر او الديرما بين، او عموما الحاجات اللي بتعمل او بتفعل الوند هيلينج بسبب خصائص بقى الديرما رولر لتحفيز نمو الشعر بسبب زياده الجروس فاكتور، او بسبب ان هو بيحسن امتصاص التوبيكال، بسبب ان هو بيخلق شويه حفر كده صغيره بتحسن امتصاص الماده، او بسبب ان هو بيزود تفعيل المونوكسيديل للصيغه النشطه بتاعته اللي هي المونوكسيديل سلفيت. فالديرما رولر والمونوكسيديل اخواته بيحبوا بعض وفي علاقه كويسه جدا، وفي الدراسات يعتبر ده واحد من اقوى الميكسات لعلاج الصلع الوراثي. ده حتى في دراسه حديثه في 2022 اثبتت ان الديرما رولر والمونوكسيديل اقوى من المونوكسيديل وسبايرونولاكتون. والناس اللي بتستخدم المونوكسيديل والديرما رولر بيلاقوا نتيجه اسرع واقوى من الاشخاص اللي بيستخدموا مونوكسيديل بس. تاني حاجه او تاني انسيلري ممكن تستخدمه هو ان اسيتايلسيستين، الانتي اوكسيدنت الشهير او مضاد البلغم الشهير للناس اللي عندها سي او بي دي او الناس اللي بتشرب سجاير على طول. فهم الان اسيتايلسيستين او الان اي سي مشهور بالنسبه لهم بتركيز 600 مللي جرام سواء الفوار او الكبسولز. ان اسيتايلسيستين في شويه ابحاث بتقول ان هو بسبب خصائصه المضاده للاكسده فممكن يشيل بعض التاثيرات السلبيه للدي اتش تي على بصيله الشعر، ممكن يحفز نمو الشعر بكذا طريقه. هو طبعا ما تتوقعش منه كتير بس ممكن تضيفه كانسيلريز اللي هو مش هيضر ولا حاجه. فيديو على ان اسيتايلسيستين يبقى اتفرج عليه. في برضو الام كي 677 اللي بيزود مستويات الاي جي اف 1 اللي يعتبر ناس كتيره بتحطه في ركن السارمز مع انه مش سارمز، هو يعتبر جروس هرمون سكريتاجاج، يعني هو بيحفز
او بيزود افراز الجي اتش من البيتويتري جلاند. في ناس كتيره بتحلف بان كي 677، اشهرهم اليوتيوبر مور بليتس مور ديتس. على ارض الواقع ما فيش دراسات، ما فيش نتائج كتيره. في ناس بتقول ان هو بيسبب تساقط الشعر، في ناس بتقول انه بيزود سرعه نمو الشعر. في ارض الواقع تجارب الناس الكلاينتس اللي عندي اللي استخدموا ام كي 677، في ناس لقيت معاهم نتيجه روعه جدا مع المينوكسيديل او حتى ام كي 677 لوحده، لقيت نتيجه روعه جدا وخرافيه. في ناس ثانيه ولا الهواء ولا زود لهم حتى شعرايه واحده. فده زي ما تقول كده بيرجع على حسب الشخص، بيرجع على حسب حالته. في علامات استفهام كتيره حوالين الام كي 677، بس هو حاجه ممكن تفكر فيها، وبالذات لو انت عندك نقص في مستويات الجي اتش او الاي جي اف 1. رابع انسيلري ممكن تفكر فيها مضادات الاكسده ومضادات الالتهاب، سواء الفمويه والموضعيه. في ناس كتير مثلا بتحب تضيف فيتامين سي، فيتامين اي، مضادات الاكسده الطبيعيه او مضادات الاكسده الموضعيه. في سيرومز بيبقى فيها انتي اوكسيدنت موضعيه مشتقه من النباتات وفيها فايتوكيميكالز كتير. في ناس كتيره بتقول ان هي بتساعد على علاجات الصلع الوراثي، بتشيل بعض التاثيرات السلبيه للدي اتش تي، او بتحمي الشعر من اشعه اليو في اللي بتسبب اكسده في الشعر وبتسبب تفاعلات كيميائيه كتير سلبيه ممكن تسبب زياده في تساقط الشعر. والموضوع ده ملحوظ للناس مثلا اللي بتعيش على طول في جو فيه شمس واتربه، لو هو سافر مثلا بره او اتغرب وراح في دوله نظيفه، فهتلاقي ان هو شعره او جوده شعره اتحسنت، مع انه ما غيرش اي حاجه في روتينه، ما غيرش اي حاجه في تغذيته، كل حاجه زي ما هي، هو بس الجو وعدم تعرضه للشمس ده خلى جوده شعره احسن. ففي ناس بتحب تستخدم انتي اوكسيدنت كويسه. في ناس مثلا تحب تضيف زيوت زي مثلا الكوكونات اويل اللي بيشتغل كبروتكتن من اشعه اليو في، فانت ممكن تفكر تضيف حاجه زي دي. في برضو ناس بتحب تستخدم مركب اسمه السي ان بي دي اي اللي كنت اتكلمت عليه قبل كده، ان هو بيزود كثافه الشعر بمقدار 10% عن طريق ان هو بيعمل فيلم حواليه بيزود السيركمفرنس او سمك الشعرايه. ممكن برضو تفكر انك تستخدم حاجه زي دي. ولو انت ما تعرفش ايه هو السي ان بي دي اي، فهتلاقي في فيديو عندي في القناه شارح السي ان بي دي اي بالتفصيل، فاتفرج عليه. ده كل حاجه تخص الانسيلريز لعلاج الصلع الوراثي. نخش في الركن اللي بعديه اللي هي البروسيجر او العمليات التجميليه، ودي في منها كتير زي مثلا البي ار بي، الحقن الستيم سيلز، حقن مثلا الريجينيرا، سواء زراعه الشعر سواء الاس ام بي. فيها حاجات كتيره وبترجع على حسب حالتك. طبعا انهي واحده فيها الافضل دي بترجع على حسب حالتك الشخصيه ونمطك في الصلع الوراثي واستجابتك للادويه، وعلى حسب النتيجه اللي انت عايز تدور عليها. يعني مثلا ما ينفعش انت عايز يبقى شعرك طويل وكثيف وانصحك مثلا بالاس ام بي، او مثلا عايز يكون مثلا شعرك شكله ناتشرال واقول لك مثلا انك تروح تعمل هير ترانسبلانت وانت نروت 7. فهو على حسب حالتك، فانا انصحك بحاجه من دول. بس دايما اعرف ان البي ار بي والريجينيرا والستيم سيل انجكشن ان في دكاتره كتير بتأفور في نتائجها وفي دكاتره كتير بتحلف بيها، وهي في الاول وفي الاخر علاجات اضافيه، وعيبها الاساسي بيكون التكلفه الزياده جدا والعبء المادي اللي هي بتحطه عليك. يعني مثلا احنا دلوقتي في انهيار اقتصادي مش في مصر بس، في حوالين العالم. ما تقنعنيش مثلا انك هتروح تصرف 10000 جنيه في الشهر على جلسات بلازما وجلسات بي ار بي وجلسات دوتاسترايد ميزوثيرابي على شعرك. والله انا لو مكانك لو حلق شعري ويولع، وبالذات مثلا لو انت في الطبقه المتوسطه او الطبقه الفقيره. لو انت مثلا في الطبقه الغنيه، او مثلا خالك هو صاحب المركز او صاحب اللي بيعمل البي ار بي، فماشي ممكن تروح تعملها عنده لو يعملها لك ببلاش. انما لو انت مثلا من الطبقه المتوسطه او طبقه محدودي الدخل، فانسى انك تروح تضيع فلوسك على البي ار بي، لانها مش حل سحري. في الاول وفي الاخر انت لازم تكررها مره في الاسبوع على الاقل. يعني لو انت رحت للدكتور وقال لك ان انت هتعملها مره وبعدين هتنسى العلاج، فاعرف ان هو نصاب ودكتور ابن كلب وما تروحلوش تاني. لان لازم تكرر البي ار بي، ولازم تروح لمركز محترم يستخرج كميه مناسبه من الصفائح الدمويه، ويكون التكنيك بتاعه مظبوط وتكنيك الحقن بتاعه مظبوط، ويكون الجهاز بتاعه ذات نفسه مظبوط وبيستخرج كميه كبيره من الجروس فاكتورز. انما مثلا ما تروحليش لمركز تحت السلم قال لك عرض 600 جنيه هعمل لك 3 جلسات بلازما وشعرك هيبقى ولا شعر كريستيانو رونالدو، لان الكلام ده مش هيحصل. فبالنسبه للبروسيجر فالعائق الاساسي بتاعها بيكون العائق المادي. لو انت هتروح تعمل عمليه زراعه فلازم الاول تكون مشيت على الادويه عشان تستخدم اقل كميه ممكنه من المنطقه المنحه عشان تحافظ على شعرك على المدى الطويل. ما تروحش مثلا وانت عندك 20 سنه تقوم عامل لي عمليه زراعه عنيفه مثلا تستخرج 3000 جرافت وتبقى فرحان بيها وماشي وتقعد تقول تبا للادويه، وانت بعد 4-5 سنين هتلاقي الشعر بتاعك خف ومحتاج جزء من المنطقه المنحه، وتلاقي المنطقه المنحه بتاعتك تقول لك منين يا حبيبي ما انت خلصتهم كلهم وانت عندك 20 سنه، هجيب لك منين وانا عندي 30 سنه؟ انا اللي عندي عدد ثابت ما بيتغيرش ما بيحصلش فيه انقسام.
في زراعه الشعر بيبقى فيها برضه هجايز كتيره، وفي ناس كتيره مش فاهمه اي حاجه، يقعد يقول لك انت ما تفهمش حاجه، انا اروح ازرع وخلاص. روح يا حبيبي ازرع وخلاص، يعني بعد 5 سنين هنتقابل عادي مفيش مشكله. يعني انا لما اقول لك ان انت لازم تستخدم ادويه، انا مش مستفيد حاجه، انا كل الفكره ان انا بحاول ان انا احافظ على فلوسك واحافظ على وقتك واحافظ على مجهودك. في برضه غير الهير ترانسبلانت برضه في الهير سيستمز او الباروكه. في ناس كتيره يا باشا تبا للعلاجات، انا لسه اوجع دماغ انا احط باروكه وخلاص. بس اللي مش ناس كتير هتقولها لك ان الباروكه دي لازم تدفع لها فلوس شهريه، زي مينتننس كده او زي صيانه عند الحلاق او الشخص اللي هيركبها لك. فهتلاقي نفسك برضو انك بتدفع لك 3000 جنيه في الشهر على باروكه. ده غير مثلا ان لو في شويه هوا جم، او مثلا حد شدك او حد حب يهزر معاك هزار غشيم او شادد شعرك، هيبقى الموضوع محرج. ده غير مثلا ان انت لازم تحطه وتركبه. في بعض الباروكات بتتاثر بالميه، فكك اللي يقول لك ما بتتاثرش بالميه ولا حاجه. في بعض الباروكات بعد ما شهر مثلا ما تركبها تلاقي بقى شكلها وحش جدا ولازم تغيرها. فالموضوع مش اللي هو فكره ان انت تروح تركب باروكه وخلاص، لا ده بيكون لها تبعيات كتيره. وفي ناس كتير اصلا ما بتحبش فكره ان هو ايه، في يوم تبان بباروكه ويوم لا. الموضوع بيبقى ممل، الباروكه مش لكله، بس هي خيار موجود وفي ناس بتتعايش بيها وخلاص. سادس حاجه بقى بعدها، بعد العلاجات وبعد البروسيجر، هنخش على الجزء النفسي شويه. اول حاجه فيهم اللي هو ان انت تحلق شعرك. في ناس كتيره لما بتعاني من مشكله الصلع الوراثي فهو بيقول لك ايه، balding is ugly بس البالد is beautiful. في ناس تقول لك ايه يا باشا انا احلق شعري زيرو، هبقى زاروك العرب، وتبا للشعر، مش الشعر هو اللي يفرق معايا. وانا بصراحه بحترم العقليه دي تماما. لا يا باشا، لو شعرك مضايقك وانت ما عندكش اي نيه انك تعالجه او تصرف فيه فلوس، يا باشا احلقه ويبقى زاروك العرب واستمتع برجولتك، مفيش حد هيكلمك. وفي ناس تانية بقى بتحب ان هي تحلق شعرها عشان تحسن العلاجات بتاعتها، عشان زي ما تقول كده بداية نظيفة او ريستارت، اللي هو انا هحلق شعري وبعدين هبتدي استخدم روتين والاحظ الكثافة او النتيجة اللي تحصل على الشعر وهو قصير، احسن مثلا لما يبقى طويل ما بعرفش احدد هل في نتيجة ولا لا. الطريقتين كويسين جدا، وانا بشجع ناس كتير ان هي تحلق شعرها. في ناس تانية بقى انا ما بشجعش خالص ان هي تحلق شعرها، لان مثلا هم عندهم مشكله في جمجمتهم او السيمتري بتاعت الوش بتاعته بتبقى وحشه لما بيحلق شعره. فلا يا باشا، خلي شعرك طويل عادي مفيش مشكله، مش هيأثر على العلاج، وابتدي تستخدم العلاج عشان تعالج مشكله الصلع الوراثي، ومش لازم انك تحلق شعرك. سابع حاجه بقى معانا وهي السايكولوجيكال سبورت، اللي في ناس كتيره بتهملها. ناس كتيره اصلا بتروح تعالج الصلع الوراثي لان بيكون عندها مشاكل نفسيه، وبيكون عنده بودي شيمينج، بيكون عنده مشاكل نفسيه مش عايز يخرج، عنده سوشيال انكزايتي. فهو مثلا لما يبتدي يستخدم علاجات الصلع الوراثي في ضغط نفسي كبير جدا. الناس اللي ما عندهمش حياه حطوه في الانترنت على الناس اللي بتعالج الصلع الوراثي. ايه ده انت استخدمت فينوستريد انت هتضحي برجولتك، ايه ده انت استخدمت مينوكسيديل انت هتبقى عبد ليه طول السنه، انت عبيط يا لا. يعني انت بتقول اي كلام وخلاص، وبتنشر الرعب حوالين علاجات مثبته ومصرحه، ومئات او ملايين الاشخاص بيستخدموها حوالين العالم من غير مشاكل. فتيجي انت بقى تقعد تقول لي قصص رعب وقصص رعب وقصص رعب، وانت اصلا ولا الهوا، ولا عندك علم ولا عندك تجربه ولا عندك اي حاجه، انت مجرد بس بغبغان عمال تكرر كلام عشان تجيب شويه فيوز. فلازم ان انت اول لما تبتدي تستخدم علاجات الصلع الوراثي ان انت ما تسمعش للناس الهجاصه دي، وان انت تحاول انك تطور من نفسك دايما. يعني انت مثلا ابتديت تستخدم العلاجات، اديها الفرصه الكافيه، ما اديتكش النتيجه مثلا المرغوبه فيها، عادي يا باشا اديك عملت اللي عليك. يعني اقل نتيجه انت هتاخدها من علاجات الصلع الوراثي هو الحفاظ على الشعر الموجود. ولو انت بدات مثلا من العشرينات بتاعتك في بدايه الصلع الوراثي، فده معناه انك هتحافظ على شعرك. فاول حاجه من الحاجات اللي انا بنصح بيها الناس اللي في رحلتهم لعلاج الصلع الوراثي ان هو ينزل يتمرن، يروح الجيم، يحاول يحسن من شكله ومن شكل جسمه، يقلل نسبه الدهون، يحاول ان هو يبان ماسكلر اكتر. لان هو لما تبتدي تبان ماسكلر اكتر فهتلاقي ان ثقتك بنفسك ازدادت، وهتلاقي ان موضوع شعرك ده ما عادش قلقك قوي زي الاول. تاني حاجه برضو ان انت تحاول ان انت تصلح السوشيال ايشوز بتاعتك. يعني مثلا لو انت ما بتعرفش تتكلم مع الناس، ما بتعرفش تتكلم مع البنات، ما بتعرفش تتكلم مع الرجاله في اي مثلا حوار، فانت بتحس انك متوتر، فصلح المشاكل دي وحاول تحسن الكونفرزيشن سكيلز بتاعتك، تحاول تحسن الثقه بالنفس بتاعتك. لو حد مثلا في الشارع جاي يقول لك ايه ده يلا اقرا انت قرعيت ولا ايه، ما تروحش تقول له لا اصل انا بستخدم العلاج الفينستريد والمينوكسيديل وشويه بقى كويس. لا يا باشا، قول له قرعيت وايه المشكله يعني. فما تخليش حاجه مثلا عندك ان هي زي ما تكون سليف ليها، لا خليك قوي كده وعادي يا باشا، كل الناس بتصلع. الفكره كلها ان انت بتحاول تعالج المشكله، وهتلاقي ناس برضو حتى لو انت كثافه شعرك ايه هتلاقي يقول لك ايه ده انت صلعيت او شعرك صغر، ففكك من الناس الهجاصه دي. تبس برضو هديها لاي شخص بيعالج الصلع الوراثي، ان هو تحاول برضو انك تحسن نفسك من كل النواحي، تحسن نفسك انك تروح تدور مثلا على شغل، تحسن نفسك ماديا، تحسن نفسك عاطفيا، تحسن نفسك عموما وخلاص، انك بتحاول تحسن نفسك على طول، تقرا، تثقف نفسك وهكذا. لان الحاجات دي برضو هتفرق معاك، مش كل همك انك تعالج
تعالج شعرك وخلاص، وتحاول تجري ورا لوك الشباب بتاعك وتروح تستشور تاني وتعمل 7 ورا، لان تقبل الموضوع ده ان احنا هنعجز وان احنا هنكبر وان احنا كلنا هنموت. فحاول ان انت تحسن نفسك في الفتره اللي انت مقضيها في الارض. تركها حلو قوي كده ان انت تتقمص دور اللي هو not giving a fuck. يعني انا مثلا شعري وقع يا باشا مش فارقه معايا، انا بستخدم علاجات الصلع الوراثي، اتحلت حل ما حلتش عنه ما اتحل يا باشا، لو ما نفعتش معايا اقوم حلق شعري وخلاص. فدايما يبقى عندك المينتاليتي دي، وصدقني هتتجنب اعراض جانبيه كتير، وهتتجنب الوسوسه والهسهسه والحاجات الكتيره اللي انا بشوفها اونلاين واللي مريت بيها. بقالي سنتين بتكلم عن الموضوع، الاف الاشخاص دخلوا كلموني وبيحكوا لي المشاكل دي، فانا عارف انا بقول لك ايه كويس لما اقول لك ان انت تبطل هساس. وفي الاول وفي الاخر مشكله الصلع الوراثي ديت هي مشكله اكتر من نص الرجاله بتعاني منها. فلو انت بتعاني من الصلع الوراثي ما تبتديش بقى تلوم نفسك وتلوم جيناتك وتقعد بقى تقرف في الناس. لا يا باشا، اعمل اللي عليك، ثقف نفسك حوالين الموضوع. في ملايين الاشخاص عندهم المشكله دي، في الاف وملايين الاشخاص حلوا المشكله دي وتاقلموا معاها. ما تسمعش مثلا كلام الناس الهجاصه انت لازم تبقى عبد الادويه، مش عارف انت لازم تروح تدفع فلوس كتيره، مش عارف ايه. يا باشا اعمل اللي يريحك، عايز تحل المشكله حلها، مش عايز تحلها ما تحلهاش، بس ما تخشش تشتم في الناس اللي بتحاول تحلها. بس كده، اتمنى الفيديو يكون عجبك. لو انت بقى شايف ان الفيديو 20 دقيقه ده طويل وما اتفرجتش عليه، فصدقني انا مش هقدر انفعك. يعني ال 20 دقيقه دول حرفيا انا بقالي سنه عمال بتكلم في نفس المواضيع دي، وما زال في ناس بتخش تسالني نفس الاسئله. فبصراحه يعني لو انتوا سالتوني نفس الاسئله بعد الفيديو ده، فانا مش عارف بصراحه انا هعمل ايه. ولو حابب استشاره ومتابعه الكترونيه فهتلاقي اللينك في الديسكربشن. لو انت مثلا عايز تسال اسئله اكتر، ما عندكش مثلا الوقت او انت عايز تجيب من الاخر، فانت ممكن تحجز استشاره، تجيب مثلا ورقه وقلم كده تكتب اسئلتك، تكتب ان شاء الله مليون سؤال، وتحجز استشاره وتتكلم معايا وانا هجاوبك على كل الاسئله ديت بدل ما تتفرج على الفيديو على اليوتيوب. ولو انت مثلا عايز تنضم لي اليوتيوب ممبرشيبس اللي فيها بتكلم عن الادويه بصوره اوبن اكتر، وهيكون فيها مثلا لايفز على طول، زي ما تقول كده كوميونتي هنكون في سوا مع بعض، فهتلاقي الزرار اسمه زرار جوين جنب علامة القناة. وبس كده، واشوفكم في الفيديوهات الجاية.